نهاركم زين حبوباتي الزينين، مرحبا مع أختكم دودو. طلبا وليس أمر تشتركوا في القناة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الفيديو تحضيرات مخللات لشهر رمضان الكريم، مع سر مخللات تاع محلات. عندنا خضار موجودة مثل بسباس، خردل أبيض، عندنا خردل أحمر، عندنا خيار، عندنا جزر، عندنا شوفلير. نبدو نقو الخضار. عندنا خردل، اللهم ارزق أمي الصحة والعافية وبارك في عمرها. اللهم اجعلها من الذاكرين لك والشاكرين لك. اللهم اجعلنا بارين بها طائعين لها، وارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم اغفر لها ما مضى واعصمها فيما بقي من عمرها، واختم بالحسنات أعمالها. اللهم ارزق أمي الصحة والعافية وبارك في عمرها. اللهم اجعلها من الذاكرين لك والشاكرين لك. اللهم اجعلنا بارين بها طائعين لها، وارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم اغفر لها ما مضى واعصمها فيما بقي من عمرها، واختم بالحسنات أعمالها. امين رب العالمين. نتمنى طول العمر للامهات كامل والصحة وعافية وارزقنا رضاها. نرجعوا للفيديو تاعنا. نظفنا الشوفلير، نقطعوه زهرات صغيرة كما تشوفوا. نحط الخضار كاملة في الماء، نغسلوها جيد كما تشوفوا. نبدأ بتقطيع الجزر. والخضروات كاملة على هذا الشكل. عندنا الخيار، الجزر، اللفت الأخضر، عفوا الخردل الأحمر والأبيض. اللهم ارزق أمي الصحة والعافية وبارك في عمرها. اللهم اجعلها من الذاكرين لك والشاكرين لك. اللهم اجعلنا بارين بها طائعين لها، وارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم اغفر لها ما مضى واعصمها فيما بقي من عمرها، واختم بالحسنات أعمالها. اللهم ارزق أمي الصحة والعافية وبارك في عمرها. اللهم اجعلها من الذاكرين لك والشاكرين لك. اللهم اجعلنا بارين بها طائعين لها، وارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها. اللهم اغفر لها ما مضى واعصمها فيما بقي من عمرها، واختم بالحسنات أعمالها.
قطعنا الخضار كامل كما تشوفوا، خلطنا الخضار كامل مع بعض هالبعض كما في الصورة. شوفوا السر تاعنا اليوم هو لا عندنا خل لا ملح ولا شي من المكونات، عندنا مكون واحد وهو ماء الزيتون المرقد تاع المحلات. نشرو الزيتون، نصفوا الماء تاعو، نخلط به الخضار كاملة كما تشوفوا. عندنا الماء تاع الزيتون في الصحن، شوفوا عندنا ماء الزيتون تاع المحلات، نحط فيه الخضار كاملة. شوفوا لا نحطوا زيت لا نحطوا ملح لا نحطوا خل لا نحطوا سكر ولا مكون إلا ماء الزيتون. هذا هو السر تاعنا اليوم. تجي الخضار أو المخللات تقرمش روعة. جربوها وخلولي في التعليق.